عمرك تخيلت انك تموت عشان بقيت حر؟ استني يا امال. هو ده بالظبط اللي حصل مع صاحبنا. اعمل بس انت لايك وسبسكرايب وتعالى بعد كده نفتح الصندوق سوا ونشوف ده حصل ازاي. في فيلم اسمه ذا شاوشانك، وده اعظم فيلم في التاريخ، ودي بس مش وجهة نظري، لكن ده تقييمه كمان على موقع IMDb. بيقول كده: الفيلم ده عظيم في كل تفاصيله وتركيبة شخصياته، بس في شخصية حبيت اقف عندها، وهي شخصية بروكس. شخصية ثانوية جدا في الفيلم، ومحدش كان مهتم بيها وما كانش مؤثر في الاحداث، الا انه كان من اهم الحاجات في الفيلم. بروكس ده كان راجل عجوز قضى اغلب عمره في السجن، عاش جواه لمدة 50 سنة تقريبا، لدرجة ان السجن بقى بالنسبة له نظام حياة ما يقدرش يغيره. لكن برغم ذلك كان شخص لطيف جدا وودود مع الكل، لدرجة انه لما لقى غراب صغير واقع من عش كان بيهتم بيه وبيربيه. والغراب عامل بالظبط زي بروكس اعتاد على السجن، لدرجة لما قالوا له انت حر عمل اغرب حاجة في الدنيا، وهي انه كان هيرتكب جريمة قتل عشان يفضل جوه السجن. وهنا بنشوف الشخص الطيب الودود بيتحول لوحش لمجرد انه هياخد براءة وهيبقى حر. انت متخيل؟ الحرية بالنسبة لنا حلم، لكن بالنسبه لبروكس كانت فوضى، لان بره السجن مفيش قوانين واضحه، مفيش زنزانه، مفيش حد يقول له يعمل ايه وامتى، لدرجه انه لما خرج كان بيستاذن في كل مره يخش فيها الحمام. فاكرين الغراب اللي قلت لكم عنه وشبهته ببروكس؟ الغراب دايما في الافلام وفي القصص وفي اي حاجه بيرمز للموت، وبروكس فعلا ما كانش عايش، لانه دايما جوه قوقعه ما بيخرجش منها، لدرجه انه لما خرج منها ما قدرش يستحمل وانتحر. وكتب جمله مهمه جدا، وهي بروكس كان هنا. بروكس هو رمز لليأس والاستسلام وعدم المجازفة وعدم التجديد. بروكس هو رمز لكل شخص دماغه وقفت وقرر ما يواكبش العصر وما يعيش وما يجددش من نفسه. بروكس رمز لكل شخص اتعلق بالروتين وعاش فيه وقبل بالامر الواقع ورفض فكرة التجديد والاختلاف. بروكس كان هنا. دي الجملة الأخيرة اللي بيسيبها لك قبل ما ينتحر. كان يقول لك أرجوك ما تبقاش زيي، اتعلم وطور من نفسك، ودايما خليك متجدد متقبل فكرة ان الأجيال بتختلف، وأرجوك ما تبقاش زي بروكس. انا جاي عشان اقول لك كلمه واحده.